ندوة صحفية خصصت للإعلان عن لائحة اللاعبين المدعوين للمشاركة في هذه التظاهرة العالمية. سلمى الشاط وأسماء التازي. ب21 لاعبا سيخوض مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نهائيات مونديال الشباب في الشيلي. الناخب الوطني محمد وهبي أعلن عن قائمة العناصر الوطنية المستدعاة، لائحة تم اختيارها بناء على الأكثر جاهزية وتنافسية. القائمة عرفت حضور 3 حراس مرمى، يتعلق الأمر بيانيس بن شاوش من نادي موناكو، إبراهيم غوميس من أولمبيك مارسيليا، وعبد الحكيم المصباحي من فريق الجيش الملكي. وفي بقية الخطوط Les défenseurs Kibdani Mohamed de l'Aïsfar, Baouf Ismaël de Cambourg, Koutoun Hamza du FC Annecy, Mamar Ali du RSC Anderlecht, Majni Taha de l'Union sportive de Touarega, Berti Ismail de Sturm-Graz et Zahouani Fouad de l'Union sportive de Touarega. Les milieux de terrain, Biyar Naïm du Calcio Foggia, El Haddad Saad de Venezia et Sadaq Hossem de l'Union sportive de Touarega, Khalifi Yassine du Sporting de Charleroi, Tajawar Anas du RSC Anderlecht. Et les attaquants, Bouma Saoudi Ilyas de Dembosch, El Baraoui Younes du KCM Marrakech, Amoni Mohamed de Girona FC, Mahama Hotman de Watford, Jessine Yassine de Dunkerque et Zabiri Mohamed Yassir de Famalicão. الناخب الوطني أكد بالمناسبة أن أشبال الأطلس يطمحون لنيل بطاقة العبور إلى الأدوار المتقدمة وتقديم صورة تليق بكرة القدم الوطنية. L'ambition de jouer une Coupe du Monde, déjà, c'est l'objectif tout le temps. On veut jouer plusieurs Coupes du Monde pour préparer. أن نلعب كأس العالم هو هدفنا دائما. نريد المشاركة في عدة نسخ من المونديال بهدف إعداد لاعبين للمشاركة لاحقا مع المنتخب الأول وتكون لديهم تجربة مسبقة. طموحنا لم يتغير، المباريات ستكون صعبة لكن مهمتنا واحدة، نريد أن نلعب كما فعلنا في كأس إفريقيا مع احترام جميع المنتخبات وبكثير من التواضع، ولكن مع الإصرار الدائم على الفوز والرغبة في التفوق على الجميع، فهذا الطموح لم ولن يتغير. منتخب الشباب يستعد لخوض نهائيات المونديال في مجموعة تضم البرازيل، إسبانيا والمكسيك. الأشبال سيقصون شريط مشاركة